اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معنا فتح علبه سريع لكاويه من شركه انكو. طبعا الفتره السابقه عملت فتح علبه لكاويه من شركه توتال وكانت 40 واط. انا ليه اشتريت دي؟ لان ال 40 واط ما كانتش بتشتغل معايا في كل حاجه. كانت يعني في بعض انواع القصدير مش بتسيح، في بعض اجزاء في الحاجات اللي شغال فيها ما بترضاش تطلع، فمحتاج حاجه تكون اعلى شويه، درجه حرارتها اعلى والتسخين بتاعها يكون افضل. فاشتريت الكاوية دي، الكاوية 100 واط، التانية كانت 40 ودي فيها تحكم بدرجة الحرارة. هتجد نفس الشكل ده من شركة توتال أو من شركة إنكو، لكن أنا جربت توتال طبعا مرة سابقة، مرة دي هنغير. الكاوية دي سعرها حوالي من 250 جنيه ل 300 في كل المحلات. نفتحها مع بعضينا أو نشوف الأول إيه مكتوب. لونج لايف، يعني هيتر، تمبريتشر كان بي، يعني اللي هو تقدر تتحكم في الحرارة. سوفت جريب، طبعا في الانجليزي مش احسن حاجة، انا مصري اصلا، انا مصري. انزل الربا قبل كذا، درجة حرارة فيها حامل او مسند قصدي. هو السلك بتاع التانية هتحسه افضل شوية، مش عارف ليه. الراس هنا كمان اكثر، ايه مفكوك ولا ايه؟ بحاول استوعب، انا اول مرة اشوف حاجة مفكوكة كده. جديد انا هنا الدرجات معاك لحد 500، 200، 250، 300، 350، 400، 500، يعني بيزيد 50 50. الملمس بتاعها قوي، يعني بغض النظر ما فيهاش اجزاء مثلا اللي هو عشان ما تنزلقش، بس الجزء ده مطاطي، تحس ان هو ايه، خشن شويه، اللي هو ايه ما تنزلقش منه. بس يعني ده فتح علبة سريع كده. طبعا بعد تجربتي تقدر تسألني في التعليقات، انا اجربها وانت اسألني بعد التجربة ايه رأيك فيها وهكذا. طبعا التاني انا جربتها واكيد شفتوا ان انا عملت فيديوهات تغيير لمبات لفلاشات، فطبعا استخدمتها وكانت كويسة، بس انا محتاج حاجة تكون اعلى شوية لان في حاجات ايه مش بتنصهر بسهولة. انما دي 100 واط اعتقد هتكون افضل، وانا شغلي مش كبير يعني هي مجرد هواية، بس بصراحة الملمس بتاعها جامد. ما علينا، ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. في عندي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام. نسيت حاجة صح، شايفين الانصهار هنا؟ تاخد 20 ثانية، قصدي 20 ثانية عشان تسخن، حاجة منتهى الروعة. يلا باي.